هذا أحسن خبر حصلته. الله يحفظيك، الله يحفظيك، أنا فرحان. مش معقول. عبد الرزاق، قدي 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 قد 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 عبد الرزاق، معي لك هون خبر اليوم مليح. فيري نايس. يا عبد الرزاق، مش وقت الخبر الحلو، معانا احنا خبر مش حلو لك. حلو؟ يا سلام، خبر حلو، خبر مثل حلو. نفيسة كيف تكلمه؟ ما اقدرش اتكلم، كلمة انت يا امين. يا سلام، يتعادموا. عبد الرزاق، ابوك رزق. وامي سهام، انا عارف المعلومات، في حاجه جديد يعني. ايش في؟ مالك يا جد؟ جد ابوك، اتكلم جد يا جد. يا عبد الرزاق، ابوك رزق. لا مش معقول، انا داري في ايش. ابوك رزق مات في الهند. حمد والله اقرأك. ابي رزق مات. ابوك رزق مات. تكلمني. هذا زرق الله يرحمه زارني الهند ودق لي قال لي أنا زائر إلى الهند، وعرفته على عائلتي، ولكن على مهد الصدفة زاء عندما كانت هناك مسابقة الهمير، ورأسه ألف سيف يريد أن يشارك في هذه المسابقة، وكنت لا أريد أن أضع أي شيء في نفسي فشاركت اسمه. ركب أقوى همير في الهند وكان سوف يفوز ولكنه سقط، والهمار داس عليه دعسة كبيرة. حمار واحد اللي دعسوه؟ لا، هماريزة مثل أخي سمارة، كان مثل سقفة وسقفة. يعني السارعين مروع. الله يرحمك. الله يرحمك، الله يرحمك يا رزق ويغفر لك. الله كتب له حسن الختام. حسن ختام؟ يقول لك حمير دعس مزارعين راجعين، زارعين راجعين، ما عاد من حسن ختام هذه. الله يرحمه.